النهاردة وانا برتب اوضتي افتكرت قصة بنت اتظلمت في بيت العيلة. يمكن ناس كتير هتقول دي حكايتي، ويمكن ناس تانية كتير هتتعلم منها. تعالوا اما احكي لكم ايه اللي حصل، وازاي البنت دي حست ان هي اتظلمت، او فعلا بالفعل هي اتظلمت. البنت دي دخلت بيت العيلة وهي فرحانة، وكانت فاكرة ان السلفة هتبقى اختها، لكن من اول شهر بدأت تلاحظ ان في فرق في المعاملة. لكن اللي حصل بعد كده هو اللي صدمها، وهنا فهمت ان المشكلة مش فيها، واول مرة ردت فيها كانت المفاجأة. تعالوا نشوف عملت ايه وقالت ايه. بصراحة يا جماعة انا شايفة ان المشكلة في بيت العيلة نفسه، لان في بيوت كتير عيلة ناجحة جدا، لكن الاكتر دلوقتي بقى في يعني مشاكل كتير ناتجة عن بيوت العيلة، عن تفرقة السلايف، عن تفرقة ان السلفة عاملة مشاكل مع سلفتها، او الحما هي سبب، او اخو الزوج. تعالوا نشوف القصة ونشوف ايه الموضوع، وبعدين كل واحد يقول رأيه. وانا برتب الاوضه ونغير الملايه ونروق المكان، احكي لكم قصه بنت اتجوزت ودخلت بيت العيله وهي كانت فاكره انها داخله جنه. اول ما اتجوزت كانت فاكره ان الحما هتبقى زي امها والسلفه هتكون اختها. اول كام اسبوع كانوا بيضحكوا معاها، لكن بعد كده كل حاجه اتغيرت. لو الحما جابت هديه للسلفه كانت تقول قدام الناس اصل دي تستاهل، ولو جابت للبنت دي حاجه تبقى حاجه بسيطه وكانها مجبره. وقت الأكل كانت السلفة تدخل تقعد وترتاح، وهي اللي تطبخ وتغسل وترتب وتنظف. ولو اعترضت كانوا بيقولوا انتي لسه جديدة ولسه هتتعلمي. ومع الوقت بدأت تحس ان في مقارنة في كل حاجة، لو عملت أكلة حلوة محدش يشكرها، ولو السلفة عملت أي حاجة بسيطة الدنيا كلها تسقف لها. يعني لك أن تتخيلوا بقى، هنا بقى التفرقة. والأصعب من ده ان جوزها كان ساكت، كل ما تشتكي يقول لها كبري دماغك، دي امي ودي اختي، يعني زي مرات اخويا زي اختي. وهي كانت كل يوم تتكسر من جواها. وفي يوم حصل موقف قلب حياتها. الحما قالت قدام العيلة كلها، يعني سبحان الله، فلانة اشطر منك في كل حاجة. ساعتها ما ردتش ولا عملت مشكلة، لكن خدت قرار انها تحافظ على كرامتها. وهنا بقى بدأت المشكلة. بدأت تتعامل باحترام ومن غير دخول في أي خلاف، وطلبت من جوزها إن يكون ليهم بيت مستقل. طبعا الزوج في الأول رفض، وبعد فترة لما سكنوا لوحدهم حياتهم بدأت تهدى، وعرفوا إن الراحة النفسية مش في كبر البيت، الراحة النفسية في راحة النفس والاحترام والحدود. قولولي بقى بصراحة، لو المشكلة في بيت العيلة نفسه ولا في طريقة تعامل الناس؟ ولو كنتوا مكانها كنتوا هتعملوا ايه؟ هتصبروا ولا تطلبوا تعيشوا لوحدكم؟ طبعا ده جزء بسيط من القصة. آه بس اللي حصل بعد كده ما كانش متوقع. النهاية غيرت كل حاجة، ان هي قدرت ان هي تحترم نفسها، تحترم كرامتها. خرجت من البيت بهدوء، ما عملتش مشاكل، ما وصلتش بيهم زي ما احنا بنشوف يعني الزعل والخلافات، وكمان بتوصل للقواضي ساعات والمحاكم علشان خاطر حاجات تافهة ما بين السلايف، ما بين يعني هي ما عملتش مشاحنات. فهي ده يدل على انها بنت ناس، وان هي سابت كل حاجة، وان هي اختارت راحتها النفسية. فمن وجهة نظري كمان ان اي واحدة تدخل بيت جديد تحاول تكسب الكل بالذوق والاحترام، لكن في نفس الوقت ما تسمحش لحد يقلل منها او يهينها. والاحترام لازم يكون متبادل، يعني انا ما ينفعش احترمك او انت ما ينفعش تحترمي سلفتك وهي ما بتحترمكيش. فهنا لا، هنا بتكون في المشكلة، وبتبدأ المشكلة من هنا. لا تقدري تقفلي بابك عليكي وما تتكلميش معاها وتتجاهليها، او صباح الخير صباح النور، في المختصر تعامليها زي كأنها اي واحدة عادية. ما يكونش في ما بينكم اي خلافات علشان الاطفال، علشان ما يكونش في ما بينكم يعني ممكن يكون سوء تفاهم فيقلب موضوع كبير. وكمان لو الحما ما شاء الله يعني بتنتمي لمرات ابنها الكبير، فاهماني؟ حتى كمان لو كانت هي عارفة ان مرات ابنها الكبير مش على صح، او
او هي على خطأ مثلا، او هي معاملتها مش احسن حاجة، فبرضه بتقول هي دي المشكلة يا جماعة في بيت العيلة. برضه يقولوا لا دي مرات الكبير. فهنا بقى بتيجي المشكلة، بتيجي الحساسية، بيجي كره الاخوات من بعض. وكمان الراجل ليه دور كبير، لو شاف ظلم وسكت المشكلة بتكبر، لكن لو كان عادل وحكيم بيوت كتير كانت هتفضل مستقرة. ويعني الاستفادة بقى من القصة، العبرة من القصة دي إن المقارنة بين الناس عمرها ما بنت بيت، والعدل بيزرع المحبة. يعني طول ما انتي بتقارني مثلا معايا حما بتقارن وهي كده مفكرة ان هي يعني بتكسب مثلا الكبيرة، وكمان بتحفز الصغيرة ان هي مرات الصغير او السلفة التانية ان هي تكون زي سلفتها، او ان هي تعمل وتعمل يعني اكتر ما في وسعها. لا طبعا، انت كده بتموعي نفسها، انت كده بتكسري نفسها، ما بتجبريش بخاطرها. بالعكس جربي تجبري بخاطرها، ما تعمليش وجه مقارنة. كل واحد ليه وضعه، كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه طريقته في الاكل وفي النظافة وفي الكلام وفي الاسلوب. يعني دايما فعلا في مقارنات بتيجي، فالحما هنا بتكون متخيلة ان ده تحفيز للسلفة التانية ان هي تعمل اكتر، تعطي اكتر ما في وسعها. بس بالعكس والله، هنا بيولد زعل، بيولد كره، بيعمل حزازية ما بين السلايف. يعني العبرة من القصة دي ان المقارنة ما بين الناس عمرها ما بنت بيت، والعدل بيزرع المحبة لكن التفرقة بتزرع الكراهية. واي مشكلة لو اتحلت بالكلام الهادي والاحترام هتكون احسن بكتير من الخناق والزعل. انتوا بقى قولولي رأيكم، لو كنتوا مكان البنت دي كنتوا هتصبروا ولا كنتوا هتطلبوا تعيشوا في بيت مستقل؟ وهل فعلا المشكلة في بيت العيلة ولا في تصرفات بعض الناس؟ فانتوا قولولي، هي البنت دي كده اتصرفت صح ولا كان في تصرف احسن من كده؟ لو انتي مكانها كنت تتصرفي ازاي؟ بصوا بقى، انا طبعا عملت الروتين، عملت الأوضة، كان عندي حاجات بسيطة في الأوضة، عدلت السراير وظبطت الدنيا وكنست، ويعني ما لمعتش أوض أو أي حاجة، هو روتين يومي. وكمان كنت عاوزة أعمل أكل سريع أو أي حاجة سريعة، ما لقيتش غير أسهل من الحواوشي. جبت بصل طبعا عملته في الكيتشن، وكمان عملت اللحمة وحطيت التوابل بتاعة اللحمة، وكان عندي عيش بلدي فكنت جايباه من الفرن على اساس ان انا هعمل حواوشي، وكنت لسه جايباه طازه، فتحته كده كان بيتفتح بكل سهوله. وبدات ان انا احط في قلبه الحشوه وحطيته في الفرن. انتي ممكن تعمليه في يعني في مقلة على النار على البوتاجاز، او ممكن تعمليه في الفرن. انا حبيت ان انا ادهن بس الصينيه بتاعتي، وادهن كده رغيف بسيط دهنة زيت خفيفه، علشان انا كنت عاوزاه مش عاوزاه على البوتاجاز. على البوتاجاز بتضطري ان انت تحطي كميه زيت اكبر. فانا حبيت ان انا اعمله مقرمش وفي نفس الوقت يكون صحي، ما كنتش حابه ان انا احطه في الزيت. فكمان الطريقه دي اسرع. في ناس كتير بتفضل الطريقه اللي هي تحطيه على النار مباشره، لا انا بحب الطريقه دي. بتكون حلوة قوي، بتخلي العيش مقرمش، كمان بتخلي اللحمة من جوه مستوية حلوة قوي. كله بياخد لون واحد وسوا واحد. بصوا، يعني نقطة زيت بسيطة، رشة زيت بسيطة. وكمان بعمل كده بدهن الوش، بياخد شكل حلو قوي. ممكن كمان تحطي على وشه لو عندك زيتون وعندك فلفل وطماطم وعايزة تخلي شكله حلو، وعندك جبنة موتزاريلا. فأنا عملت كده، بس ما عملتش في كله، عملت في صينية. آه يعني عملت صينية وصينية. بصوا بقى، اوعي تحطي الجبنة الموتزاريلا قبل ما يدخل الفرن. ليه بقى؟ الجبنة هتاخد لون، مش هتبقى لونها سايحة ولا اي حاجة. ده بعد ما خد تسويته، هو قعد ربع ساعة في الفرن، 12 دقيقة، عشان اللحمة طبعا تستوي، وخد اللون القمر ده. فهو لما طلع هو كان لسه سخن، فانا حطيت عليه الميكس الجبن، حطيت جبنة موتزاريلا وكان عندي ميكس جبن، فرحت جاي حطاهم عليه كده. وكمان كان عندي كام يعني كان عندي فلفلاية وطماطماية، وكان عندي زيتون. فانا حطيت كده يدي شكل. بصوا، عطى شكل حلو قوي مع الجبنة الموتزاريلا، لا عطى شكل حلو الصراحة.
بصي، هو الاكل ده ذوقيات، يعني انت ممكن تطلعيه خلاص ده الحواوشي اللي انت بتروحي تشتريه من بره، فهو هنا ممكن لو عندك الحاجات البسيطه دي تيست بسيط كده يودي الاكل في يعني شكل الاكل في مكان تاني خالص. بصوا شكله بقى حلو ازاي، تحسوا ان هو بقت بيتزا. على فكره هم الناس كتير قوي كانت مفكراها بيتزا او ميني بيتزا. هنا بقى بعد ما طلعت عايزه اقول لكم ان هي دخلت الفرن 5 دقايق فقط عشان الجبنه هنا بيضه. لو هي دخلت مع تسويه الحواوشي مش هتطلع كده، هتطلع غامقه ولا كانك حطيتي جبنه موتزاريلا. فخدي بالك قوي ان انتي ما تحطيش الجبنه الموتزاريلا والحاجه بتاعتك لسه في الفرن بتدخليها في الفرن. حتى البيتزا، عايزه بيتزا معاكي حلوه وبتمط، حطي رشه جبنه موتزاريلا في الاول قبل الحشو، وبعد كده حطي الحشو، وبعد كده حطي كمان رشه جبنه موتزاريلا، وحطي الزيتون بتاعك. او ما تحطيش الزيتون وحطيه في الفرن، وقبل ما تطلعي البيتزاية وخلاص هي استوت، حطي بقى الجبنه الموتزاريلا بتاعتك وسيبيها تحت الشوايه بس دقيقتين، هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تحفه. وعايزه اقولك كمان لو بتعملي في البشاميل